النهارده هلو ماي شولا. النهارده معادنا مع المراجعه النهائيه للصف الاول الاعدادي، مراجعه ليله الامتحان. يلا بينا نبدا. هناخد اول حاجه في الجراماتيك، هنتكلم على البيرسونال برونومن اللي هي الضمائر الشخصيه. الضمائر الشخصيه اللي موجوده عندي اللي هي ايش ودو واير وزي. طبعا بالنسبه لايش ودو خلاص معروفين، والمعاني بتاعتها زي ما هي موجوده عندي في السلايد. طبعا السلايد دي متاخده من كتاب هالو دويتش. ايش اللي هي انا، دو انت، اير هو، زي هي. اير وزي بستخدمهم في التعويضات. اير بعوض بيها عن اي اسم ولد، زي بعوض بيها عن اي اسم بنت. هنتكلم على الارتكل اللي موجود عندي اين واين. ده طبعا اداة بتسبق الاسماء المفرد. تمام. طيب انا عندي اين ديت، ايه اللي بيجي وراها؟ اللي بيجي وراها نكتب الكلام دوت. اين بيجي وراها افراد الاسره النساء، وظائف النساء. تمام. الكلمات اللي بتنتهي بحرف الاي. هنتكلم دلوقتي على الافعال. انا عندي 3 انواع من الافعال: افعال ضعيفه، افعال قويه، افعال لها تصريف خاص. الافعال الضعيفه هي بشيل الاي ان اللي في نهايه كل فيرب وابدا احط النهايات اللي احنا شايفينها. مع ايش بحط ايه، مع دو بحط اس تي، مع اير وزي بحط تي. زي ايه؟ زي فيرب مثلا مالن، زي زاجن، زي زنجن. تمام. زي عندي سايشنن، زي هايسن. كل دي افعال بنقول عليها افعال ضعيفه. وبرده عندي هيرن اللي هي يسمع. تمام. دي بحط لها النهايات اللي انا قلت عليها. تمام. طيب نيجي بعد كده هو الافعال القويه. الافعال القويه او الفعل القوي الحرف المتحرك اللي فيه بيتغير مع انهي ضماير؟ مع دو واير وزي. كل فيرب على حسب الحرف المتحرك. فنيجي مثلا عندي expression، هنا حرف الاي اللي موجود فيه يبقى بيتغير يبقى ايه؟ يبقى اي اللي هي الاي يعني عندك في الانجليش. طيب عندي زين اللي هو يرى. الحرف دوت حرف الاي اللي فيه بيتغير يبقى ايه؟ اي. عندي لازم برضو الحرف الاي اللي فيه بيتغير يبقى اي. طب الافعال اللي لها تصريف خاص زي فيرب ميرشتن معناها يريد. معناها ايه؟ يريد. تصريفه ايه؟ تصريفه مع ايش واير وزيد نفس التصريف، تصريف واحد يبقى ميرشت. مع دو احنا متعودين دايما النهايه بتبقى اس تي يبقى ميرشتست. نيجي للافعال دي، الافعال او الفعل اللي بنقول له تصريف ايه؟ خاص. الافعال تاني القويه بتتغير مع دو واير وزي. تمام. يلا بينا نشوف كده تمرين من التمرينات اللي موجوده تحت. فهنا بيقول لي ايش ها زنج ولا شرايب ولا تسايشنه اينن بريف. بريف اللي هو خطاب، يبقى بيعمل ايه في الخطاب؟ برافو، يبقى شرايب، بيبقى بيكتب الخطاب. نيجي للي وراها اير شبرشه ولا شبريشست ولا شبريشت. ده هنا ايه؟ تصريف لفيرب واحد. طيب الفيرب الواحد ده ايه؟ يبقى هنا اير، يبقى اختار اللي نهايتها تي. بس انهي واحده؟ طب ما في 2 نهايتهم تي. الفعل ده فعل قوي يبقى ايه؟ الاخيره. وهكذا. نيجي لأدوات الملكية اللي هي ايه؟ بتاعت ايش يبقى ماين او ماينة، دو تبقى داين او داينة. طيب امتى بقول ماينة وامتى بقول ماين؟ ماينة هيجي وراها نفس الحاجات اللي بتيجي ورا اينة بس زيادة عليهم الجمع. يعني ماينة هيجي وراها الجمع، اي كلمة جمع، وايه كمان؟ وافراد الاسرة النساء، ووظائف النساء، والكلمات اللي بتنتهي بالايه. نيجي لانواع الاسئله. في اسئله اللي السؤال اولا تركيبته بتبقى السؤال لو باداه استفهام او السؤال بالفعل. السؤال بالفعل اللي هي بنقول عليها يا ناين فراجن. تمام. بيبقى تركيبته ايه؟ نبدا بالفعل ثم الفاعل وباقي الايه؟ السؤال.
تمام، زي ما هو موجود عندي كده. اقول ماليس دو جيرن، يعني هل انت بتحب تلون؟ تمام. اخلي بالي بقى الاجابه هنا طالما السؤال بالفيرب تبقى يا اما الاجابه يا او ناين. يا، او ممكن اقول كمان يا كلار او ناين، واقول معاها كلمه نيشت او ناين توت ميرلاي. نيجي لو السؤال بأداة استفهام. أولا أدوات الاستفهام اللي عندنا فير معناها من فاعل عاقل، بس ما أو ماذا لغير العاقل، فو يبقى بسأل بيها على المكان يبقى أين، فوهير من أين، بي كيف الإجابة صفة حال، بي ألت اللي هي كامل إيه العمر. بركز كويس قوي لما بيبقى عندي هنا أداة استفهام، أركز أو في الاختيارات موجود أداة استفهام، يبقى دايما أبص على الإيه على الإجابة. تمام، يلا بينا.